المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم من حضراتكم نشرة الأخبار والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى البلاد في زيارة عمل رسمية، والرئيس الصومالي يصل إلى العاصمة أسمرة بعد ظهر اليوم. السفينة الإثيوبية الفائزة في مناقصة شركة بيشا للتعدين تصل إلى ميناء مصوع، وزوار المهرجان يدعون لتطوير عروض الأقاليم. سوريا تقول إن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في أراضيها. كوريون جنوبيون يصلون للشمال وسط تعثر محادثات نزاع السلاح النووي، وإعصار قوي يقتل 11 شخصا في اليابان. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. وصل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الدكتور أبي أحمد صباح اليوم إلى مدينة عصب في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين في البلاد، مختتما مشاركته في المنتدى الثالث للتعاون الاقتصادي الإفريقي الصيني المنعقد في العاصمة الصينية بكين. وبعد أن قام بزيارة عمل في مدينة عصب وضواحيها، وصل منتصف اليوم إلى مدينة مصوع. وأفادت المعلومات الواردة بأن فخامة الرئيس إسياس أفورقي وكبار المسؤولين في الدولة وقادة الجيش استقبلوا كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، يتقدمهم رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد ووزير الخارجية الدكتور ورقنه جبيو لدى وصولهم مطار عصب. وترحل فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وغيرهم من وفد إثيوبيا بعد أن زاروا ميناء عصب. ترحلوا بالسيارات حتى منطقة بوري حدود إثيوبيا، مؤكدين انسيابية الطريق، وذلك أثناء تفقدهم طريق عصب بوري. وأشارت المعلومات الواردة وضع خطة للارتقاء بميناء عصب إلى مستوى عصري متطور، وتوسيع طريق عصب بوري إلى 4 طرق. ويتبحث رئيس الوزراء أبي أحمد في الفترة القصيرة التي يقضيها في إريتريا مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي حول تنفيذ الاتفاقية وتطوراتها. في غضون ذلك يصل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله محمد بعد ظهر اليوم إلى العاصمة أسمرة، وسيعقدون اجتماعا ثلاثيا مشتركا حول التطورات والعلاقات الإقليمية. وصلت اليوم 5 سبتمبر إلى ميناء مصوع السفينة الإثيوبية التجارية الفائزة في المناقصة الدولية لنقل منتجات الزنك لشركة بيشا التعدينية. إن السفينة المعروفة بمقلة والتي تسع حمولة قدرها 28 ألف طنا تستطيع الشحن خلال 20 ساعة. يذكر بأن إريتريا وإثيوبيا وقعتا في 9 يوليو المنصرم اتفاقية السلام والتعاون لوقف الحرب وفتح باب للاحترام السيادة المتبادلة بالتركيز على مرحلة الشراكة والتعاون. وقد فتحت الاتفاقية بابا لوصول السفينة التجارية إلى ميناء مصوع بعد 20 عاما. وأوضح المدير التنفيذي للموانئ الإريترية السيد داويت منجستآب أن ميناء مصوع الذي قد استضاف خلال 20 عاما مضت سفنا تجارية ذات حجم مختلف ذات أحجام مختلفة، مشيرا إلى اكتمال القصور والنواقص والعمل بجدية لتعزيز منافساته الإقليمية. نظم وفد كونفدرالية العمال الإثيوبية في الفترة من الأول وحتى 4 سبتمبر الجاري زيارة عمل إلى إريتريا. وقد زار الوفد المكون من 44 عضوا بقيادة رئيس الكونفدرالية السيد كاساهون فيليو برفقة الأمين العام للكونفدرالية الإريترية السيد تخستي بايري وغيرهم من المسؤولين في الكونفدرالية. زار المؤسسات الإنتاجية وأماكن التنمية في العاصمة أسمرة وضواحيها، وكذلك مدينة مصوع وضواحيها، وقد قدم لهم توضيح مفصل حول تلك الأعمال.
وقد زار الوفد في جولته مصانع زائر للنسيج والبيرة في العاصمة أسمرة، ومصنع البلاستيك في المصوع، وسدود تقرى ومسلام، ومتحف إقليم شمال البحر الأحمر، ومسجد الصحابة التاريخي، ومركز التدريب الوطني التابع للكونفدرالية الوطنية الإريترية، وشواطئ قرقسوم، بالإضافة إلى سد قحتلاي. كما تفقد الوفد برامج المهرجان الوطني لعام 2018. في غضون ذلك أجرى الوفد الإثيوبي مع سلطات الكونفدرالية الوطنية الإريترية مداولات حول تطوير العلاقات الثنائية وتبادل التجارب والبرامج فيما بينهم. وصرح الأمين العام للكونفدرالية الإثيوبية سيد برهاني دريبا لوكالة إيرينا بأن الهدف من الزيارة هو تأسيس وتمتين العلاقات بين الكونفدراليتين والوقوف على التطورات التي تشهدها إريتريا عن كسب. أفادت وكالة الأنباء الإريترية الإيرينا نقلا عن زوار مهرجان إريتريا 2018 بأن معارض الأقاليم المقدمة من كل عام تعكس تطور وتقدم محتويات تلك الأقاليم وتعزز معارف الزوار بإريتريا عن كسب، مما ينبغي الدفع بها قدما. وأشار الزوار إلى ثراء معارض الأقاليم في المهرجانات السابقة، إلا أن هذا العام تدنت نسبتها مقارنة بثروات وموارد الأقاليم، مناشدين لمنحها اهتماما أكبر في الأعوام القادمة. وتشتمل محتويات معارض الأقاليم لهذا العام على الثروات والموارد وأنشطة اقتصادية اجتماعية وأحداث تاريخية وتنمية الخضروات بما يتماشى مع متميزات الطقس، وكذلك الفواكه والحبوب. من جانبهم أفاد مقدمو المعارض بأن المحتويات تتأثر بحسب المكان والاختيار المتاح، كما أن شرح معارض الأقاليم بلغة الإشارة بالتعاون مع جمعية الصم الوطنية لتسهيل عملية التوضيح والفهم للصم أضفى على المعارض دفعة قوية. وأوضح السيد يوناس موسي أحد منسقي البرنامج بأن الأقاليم شارعت في البرنامج منذ عامين بالتفاهم مع الجمعية، وظل يستفاد منه في معظم الأحيان، مما يساعد ذلك الصم لفهم المحتويات بصورة مسلى. نظمت حملات توعية مكثفة في مديرية أعالي القاش لتعزيز وعي المجتمع القانوني، وكان الهدف من الحملات والسيمينارات المنتظمة في ضواحي بيلينايو وأوغارو وعدي تطر وبوكو ودابارو وإجمو وغرنفيت وحسن دوبا وشيلالو وتوكومبيا هو تعزيز معرفة ووعي المجتمع والوقاية من الجرائم والمخالفات. وقدم قائد مركز الشرطة في المديرية النقيب سلمون تخستي توضيحا مسهبا في القانون ورسالة الشرطة وأنواع القانون، إضافة إلى أسباب وأضرار الجرائم وسبل الوقاية منها. وأوضح النقيب سلمون بأن العمل الفعال المرتكز على الشعب يمنح أهمية كبيرة لتعزيز وعي المجتمع عامة وخاصة الشباب. من جانبه قال مدير مديرية أعالي القاش السيد جيدي ستيفانوس إن الشعب الإريتري يتسم بالتعاون والتكاتف والاحترام المتبادل والوئام، لذلك فإن ظاهرة الجرائم ليست مقلقة كثيرا، مناشدا المجتمع للحفاظ على التراث العريق وتوريثه للأجيال المتعاقبة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، لكن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها. ونسبت الوكالة إلى مصدر عسكري قوله إن طائرات إسرائيلية استهدفت بعض المواقع العسكرية في محافظتي طرطوس وحما. وأضافت الوكالة تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل شنت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا في العامين الماضيين، ونادرا ما يذكر المسؤولون الإسرائيليون تفاصيل عمليات محددة. ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مدير مستشفى في مصياف قوله إن شخصا توفي كما أصيب 4 آخرون. وقال مدير مستشفى في بنياس إن 8 أصيبوا نتيجة الهجمات.
وصل مبعوثون كوريون جنوبيون إلى كوريا الشمالية وأجروا محادثات للاتفاق على التفاصيل النهائية لقمة ثالثة بين الكوريتين ستعقد في الشهر الجاري وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي بين بيونغ يانغ والولايات المتحدة. ويقود وفد المبعوثين رئيس الأمن الوطني بالقصر الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية تشونغ إيو يونغ، كما يتضمن الوفد مدير وكالة المخابرات الوطنية سوه هون. ويأمل مسؤولون كوريون جنوبيون أن تساعد الزيارة التي تستمر يوما على إنعاش قوة الدفع بعد اتفاق موسع ولكن غير محدد بشأن نزع السلاح النووي تم التوصل إليه خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في يونيو. وتعثرت هذه المحادثات منذ أن ألقى ترامب زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو لكوريا الشمالية في الشهر الماضي. أعلنت السلطات اليابانية عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 300 شخص في إعصار قوي لم تشهده اليابان منذ 25 عاما. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن طوكيو تكافح لإنقاذ أرواح مواطنيها وتقليل عدد الخسائر، حيث بدأ مسؤولو مطار كانساي الذي غمرته المياه في نقل 5000 راكب بالقوارب بعدما تقطعت بهم السبل وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1,000,000 منزل. وأضافت أن مسؤولي المطار بدأوا في نقل الركاب إلى مطار كوبي القريب باستخدام زوارق سريعة، مؤكدين أن إعادة فتح مطار كانساي قد يستغرق من عدة أيام إلى أسبوع، وإن هذا يتوقف على الأضرار. ويضرب الإعصار اليابان بعد أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع قياسي في درجة الحرارة، مما أودى بحياة المئات في هذا الصيف. أظهرت دراسة حديثة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ربع البالغين في العالم معرضون للإصابة بأمراض مزمنة بسبب تجاهلهم لعادة بسيطة يمكن أن تجنبهم هذه الأمراض. وذكرت الدراسة أن 1,400,000,000 شخص لا يمارسون الكثير من التمرينات الرياضية، مما يزيد احتمال تعرضهم لأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني والسرطان. وفي عام 2016 كانت واحدة تقريبا من كل 3 سيدات ورجل من بين كل 4 رجال في أنحاء العالم لا يلتزمون بالمستويات الموصى بها من النشاط البدني للبقاء أصحاء، وهي ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المتوسط أو 75 دقيقة من التمرينات القوية كل أسبوع. وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من منظمة الصحة العالمية أن هذه المستويات العالمية للنشاط البدني لم تشهد تحسنا منذ عام 2001. وتقول منظمة الصحة العالمية إن النشاط البدني غير الكافي أحد العوامل الرئيسية للوفاة المبكرة في أنحاء العالم، كما أنه يزيد خطر الإصابة بأمراض غير معدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري. في النبأ الأخير، من المعروف عن اليابان أن بها أكبر عدد من المعمرين في العالم، وبوسعها الآن أن تعلن أن بها أكبر زوجين في العالم، إذ يبلغ عمرهما مجتمعين 208 عام، وهي ميزة تعزوها الزوجة إلى صبرها على مدى 80 عاما من الزواج. وتأكد أن ماساو ماتسوموتو 108 عام وزوجته مياكو 100 عام هما أكبر زوجين على قيد الحياة بعد أن جمعت موسوعة جينس العالمية للأرقام القياسية عمريهما، والاثنان متزوجان منذ أكتوبر عام 1937. ولم يتمكن الزوجان من إقامة حفل زفاف لأن اليابان كانت بصدد خوض حرب، وانتدب ماساو للخارج كجندي، لكن هذا لم يمنعهما من تأسيس أسرة كبيرة تتضمن الحفيد ال25 الذي ولد في الشهر الماضي. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.